السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله انا هعمل عندي وركين رومي اهو، ما شاء الله مقطعاهم زي ما انتم شايفين كده اهي مقطعاه، وان شاء الله باذن الله انا هحشيه وعشان اشويه. انا بشرت هنا كده اهي بصلتين بشرتهم، ومعايا هنا كزبرة وبابريكا وتوابل فراخ وروزماري وفلفل وملح، ومعايا هنا برتقانايه وليمونه وحته فلفل حامي صغيره، ومعايا هنا زيت. هنسمي الله بقى كده، البصل اهو هنسمي الله كده، واروح حاطه عليه التوابل زي ما انتم شايفين كده، واحط عليه الفلفل بالثوم كده، وهعصر البرتقال اهو بسم الله. انا عصرت كده برتقانه، معايا ليمونه كده، هاخد نص ليمونه بس. انا كده عصرت البرتقانه وعصرت نص ليمونه كبير. هحط كده معلقه خل كبيره، واحط شويه زيت بسم الله، وهقلبهم زي ما انتم شايفين كده مع بعض. المكونات اللي انا هحشي بيها الفراخ في بعضها، ومعايا سكينه كده هفتح الفراخ كده اهي زي ما انتم شايفين، هفتحها كده ونقول بسم الله وهبدا احشيها. احشيها واروح مبيتها لحد بكره في التلاجة. بصوا يا حبايبي اهي احشيها اهي ما شاء الله، وادخل الحشو كده جوه عشان تبقى طعمها حلو كده وجميله، والحشو ياخد ويدي فيها. وهنا برضه احط جوه الجلد كده كده، رصتها في الصينيه. والدبوس برضه همسكه افتحه كده زي ما انتم شايفين كده، وابدا احشيه اهو كده. ريحتها جميله جدا، طعمها يبقى باذن الله حاجه، يعني باذن الله حاجه كده ولا المحلات. انت لازم تفتحي كده عشان اللحم كله يتسقي بالدقه اللي انت بالخلطه اللي انت عاملاها. بصوا بقى يا جماعه، بسم الله ما شاء الله اهي ما شاء الله حشيتها، ريحتها جميله جدا. ان شاء الله بكره يعني انا هسيبها احطها كده في التلاجة لحد الصبح ان شاء الله، واسويها ولما تستوي اوريها لكم بقى، بقول ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا يا حبايبي انا حطيتها هي طول الليل، وخرجتها بقى من التلاجة وحطيتها في الصينيه واحطها في الفرن اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا انا في القعر قطعت في قعر الصينيه، حطيت حبه بصل كده ونقطه ميه عشان تستوي ان شاء الله، يعني اوريها لكم باذن الله لما تستوي. الفرن اهو بسم الله، اقفل عليها بقى ولحد ما تستوي ساعه الا ربع كده. يا جماعه بقى صينيه الفراخ المشويه، طعم وريحه وكل حاجه بسم الله ما شاء الله. متنسوناش ان شاء الله في الاشتراك في القناه ولايكات كده حلوه وتعليقات حلوه كده نسمعها منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.